السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، شلون الصحة؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اعتذر جدا عن الانقطاع الطويل، كان لي عارض صحي. فيا حبايب، احنا ان شاء الله اليوم نشتغل طريقة عمل تراب الملوك. تراب الملوك طريقتي بيه تختلف نوعا ما. انا بالنسبة الي اذا اريد اشتغل تراب الملوك ما اشتغله بسكت فقط، تمام، اشتغله كيك زائد بسكت. مثل ما تلاحظون بيض وسكر. راح اكتب لكم كل المكونات بصندوق الوصف. هذه الكيكة ما تاخذ من عندكم مواد، يعني غير مكلفة، موادها جدا بسيطات. هنا كوب من الماء، اوكي، ما اعرف شنو هذه الحركة، يعني هو ماي بس على ما يبدو انا اريد اخلي طحين يعني بالكوب، اوكي. فكوب من الطحين مثل ما لاحظتوا هسه ضفت، ومن بعدها ايضا اضيف هذه الكيكة. كيكة بسيطة جدا تقدرون تشتغلونها، ما يحتاج لها اي خبرة، كل مكوناتها واضحة وبسيطة وبنفس الوقت اقتصادية، تمام. يعني اللي يردون يشتغلون تراب الملوك بأقل الأثمان فهذه الكيكة تناسبكم. هنا مثل ما لاحظتوا ملعقة كبيرة جدا من المحسن، تمام. يعني بالنسبة لقضية المحسن هذه مهمة احنا نضيفها، اوكي يا عيني. فأنا أوصل الكيكة لهالقوام قبل لا أبدي أخلط بيها. لاحظوا كمية السوائل شلون متعادلة، فلاحظوا شلون ارتفع الخليط وصار بهالشكل، تمام يا عيني. فطريقتها سهلة وبسيطة، وبكل الأحوال أنا ما أنتظر منها إنه هي تطلع لي كيكة. هنا خليت فانيلي، كيكة بقوام بيرفكت وإلى آخره، قوام مثالي، لا ما يحتاج. وإنما أنا اللي أريده إنه تطلع لي كيكة نوعا ما هشة، أوكي، وبنفس الوقت طعمها طيب وغير مكلفة حتى أشتغل بها تراب الملوك. هنا البنات كثير يسألني على قضية الورق. هذا ورق طابعة، يعني ورق طابعة نظيف، يعني الأوراق اللي أنا استعملها للطبع، أوكي، نظيفة. البنات يقولون شلون ما يلتصق هذا الورق؟ هو بكل الأحوال ترى ما يلتصق هذا الورق، لكن أنا شنو اللي أسوي تفاديا لأي إلصاق ممكن يكون؟ أخليه زيت. لاحظوا بنات هسه وين أخذتكم الخليط، مثل ما أنتم ملاحظين الخليط يطلع لي كريمي بهالشكل. هذا خليط فتشي، أوكي، ما يحتاج من عندي إلى مواد أكثر من اللازم، كل شي طبيعي وكل شي سهل. بالمناسبة هذه الكيكة هي كيكة اسفنجية، أنا أقدر أشتغلها يعني كيك اسفنجي ب4 بيضات تطلع لي بهالشكل، مو بالضرورة إلا أشتغلها بتراب الملوك. لاحظين يا عيني شنو القصد؟ إنه هذه كيكة عادية، يعني أنا أقدر أشتغلها لأي مناسبة عندي. أقدر أشتغلها بقالب قياس 20 تطلع لي ارتفاع كلش حلو، تمام يا عيني. فشوي هنا أنا حبيت يعني أخلي الكيكة كاكاو وأبيض، ينطي نكهة وينطي طعم لتراب الملوك وينطي فرق، وكلش حبوها. أنا هذه الطريقة اعتمدها، أنا أخذتها للدوام كلش حبوها. يعني طعم تراب الملوك مو مثل ما معتادين عليه، احنا المعتادين عليه انه بسكت، والبسكت متناثر، في حين اذا اخلي وياه كيك لا يصير ولا اطيب، تمام يا عيني. فمثل ما انتم ملاحظين هالشكل طلعت لي. فأنا هنا أبدي يعني نوعا ما أفتتها، يعني تفتيت كلش بسيط وطبيعي، يعني أنا ما أحتاج إلى حرفة بالتفتيت، أوكي. وهنا أيضا البسكت أيضا ما أستعمل لا مطحنة ولا إلى آخره، هالشكل أطحنه بإيدي، يعني كل شي بسيط، أبسط الأمور، أوكي يا عيني. فإحنا كل ما بسطناها كل ما هي كانت أطعم.
فيا عيني أنا هنا بشغلي بتراب الملوك هاي طريقتي، وتطلع ولا أروع من عندها. هنا شنو عندي توفي تقريبا 5 ملاعق، أخلي عليها مثل ما أنتم ملاحظين ماي حار. أوكي، مثل ما أنتم ملاحظين هنا أخلي الماي شوية يعني على دفعات. أنا أريد التوفي شوية يصير سائل أكثر حتى ينطي رطوبة للبسكت وللكيك، نوعا ما يسقي. هنا عندي كراميل أيضا أخلي له شوية ماي. هنا مروار كراميل، هناك عندي توفي. أوكي يا عيني، فمثل ما أنتم ملاحظين كيك إسفنجي، بسكت، كراميل، توفي، كريم راح أخليه هسه. فليش ما تطلع طيبة؟ بالعكس تطلع لي ولا أروع أصلا. طبعا هسه البنات يسألون إنه هذه الكاسات أنا منين أشتريها؟ بنيات، أنا هذه الكاسات أخذها من أهل السفري. أوكي، أهل السفري يبيعون تقريبا 50 كاسة ب4000. هاي إذا ما صعد الدولار وصار هسه ب5. تمام، فيبقى عندي كثير هذا الكاسات. وأنا دائما ما أشتري الأواني السفري، أحبهن كلش يعني، حتى بالشغل من أريد أخذ وياي للدوام كذا، فدائما متواجدة عندي هاي الأمور السفري، فحلو. أوكي، وبنفس الوقت ترى أسعارهم يعني نوعا ما هي سهلة. فاللي مثلا يفضلون إنه يشتغلون بهذا الأمر من باب إنه يكون لهم مصدر رزق، فأنا نبهت على قضية الكاسات وعلى أسعارهم. وأيضا بالنسبة لي المواد، أنتم بعد تعرفون بالأسعار، أسعار المواد حاليا للكيك. مثل ما أنتم ملاحظين شلون جاء أخلي بالطبقات، طبقة من بعد طبقة. هنا خليت كريمة وأيضا توفي، يعني هذه الطبقة راح تكون طعمها مخالف لطبقة التوفي الخالص. احنا شوي نتلاعب بالحشوات، مرات عندي كاكاو أخلي بس كاكاو، ومرات أخلي كاكاو وكريمة، فتصير عندي كريمة بطعم الكاكاو. أوكي، وكأنما أنا ضايفة حشوة جديدة، وهي الحشوة أنا مسوية يعني مزج لمادتين عندي. فهذه نوعا ما شلون نقول يعني طريقة حيلة. أوكي، حيلة يعني مو بالضرورة يكون للجانب السلبي، وإنما أنه طريق مختصر أنا قدرت أمشي بيه شغل. وهنا أيضا توفي خلطته ويا من؟ خلطته ويا المروار، مروار الكراميل. أيضا صارت عندي تقريبا طبقة مخالفة، وهذا الشكل، وإن شاء الله ينال على إعجابكم ولا أروع. أيضا الكاسات هالشكل مغلقات، يعني هو الكاسات مال العصير يعني بكل الأحوال، بس ولا أروع من يمها. واللي هنا يا حبايب، إذا عجبكم المقطع لا تنسون لايك والاشتراك، وفي أمان الله.